السلام عليكم ورحمة الله. أنا من شاب اللي صارت معي القصة دياتها. أنا ما بعرفش اللي صار معي بالضبط. كان بيني وبين شاب مشكلة من يافع حشاش ضربته، وصار كل أنا بوريكش اللي راح يصير فيك مش راح أقبل في أكثر من مرة. في يوم من الأيام برن علي واحد وقال لي تعال بدي موضوع تشتغل معي. قلت له ماشي توقع أنا بشتغل معك. نادى علي وقل له خير شو في، بقول له بدي تشتغل معي. قل له ماشي أنا بشتغل معك. بقول لي بعطيك يومية 450 شيكل 500 شيكل. قلت له توكلنا اتفقنا بكرة بطلع بشتغل معك. قلت له فرجيني هويتك. صار يقول لي أنا اسمي أبو عرب من يافا، بديش أفرجك هويتي شو بديش هويتي، المهم أنت يوم تقبض وهذا. قلت له ماشي توكل على الله. المهم جايب علبتين إكسل شاب إله وأنا قاعد، وعلبتين مية وشوية أكل. بعد ما جاب الشغلات هاي أنا قعدت أكل معه مش عارف شو اللي صار معي. بعديها دخلت وقمت مش داري شو اللي صار معي بالضبط. بعديها رحت مش عارف شو اللي صار معي. ثاني يوم أجوني على السكن، محل اللي ساكن في يافا، أخذوني وبلشوا فيا تكسير وكسروني وحطوني في سيارة وسرقوا مني مصرياتي مبلغ من المال، وأخذوني في سيارة وكسروني وأخذوني عن الدار. بعديها وجدتهم بلش يجي في المهدات، صاروا يحكوا لي أنت ليش تكس على بنات وأنت بصراحة. قلت لهم أنا ما فيش منا إشي وأنا ما فيش وأنا ما عملتش إشي. وبعديها أخذوني الشرطة وبين في التحقيق إنهم هذول الشباب حطوا لي شوية سموم وكحول في الأكل، ومن تأثير الأكل صار معي هيك وأنا بعرفش شو اللي صار معي. وبين إني طلعت بريء وأنا الحمد لله طالع بريء. وبتمنى من كل واحد محترم وشريف ووطني وعنده أخلاق إنه يشارك الفيديو، لأن اللي صار معي قصة كانت مرتبة وكانوا مخطط لها عشان كان معي مشاكل مع شباب من يافا. وأترجى كل واحد شريف وطني إنه يشارك الفيديو. وأنا طلعت الحمد لله على كل شيء، وإن شاء الله بتكون أهون المصايب. وهيني أنا طلعت بريء والحمد لله رب العالمين على كل شيء.